الحمد لله على السلامة ليكم كلكم، يلا كلكم وصلتوا بالسلامة. يلا بقى هاتوا الشنط وتعالوا ورايا، يلا يا ورايا يا ابو سامبا. ايه يا ابو سامبا، شنط ايه بس اللي هنجيبها؟ يا خبر ده الشنط تقيلة جدا، ما اقدرش اشيل كل الشنط دي، وكمان سامبا ما يقدرش يشيل حاجة كمان يا ابو سامبا. ايوه يا ابو سامبا، شنط ايه بس اللي هنشيلها؟ دي تقيلة علينا جدا. ابعت لنا بقى حد من الريسبشن يجي يشيل كل الشنط من علينا كمان. طيب ادي عم حرحور اهو هيجي يشيل معاكم الشنط وندخلها لجوه كمان. اهلا وسهلا، ازيك يا عم حرحور؟ اهلا وسهلا، ازيك يا عم سامبا؟ نورت الفندق بتاعنا كمان. يلا بقى انا هجيب لكم الشنط لجوه عشان تطلعوا الاوض بتاعتكم كمان. اهلا، نورت الفندق بتاعنا يا عم سامبا، نورتينا يا خالتي ام سامبا. عايزين بقى تحجزوا معانا كام اوضه في الفندق الجميل ده؟ ايوه احنا عايزين 3 اوض يا فلافيل يا حبيبي، اوضه لسكيمو وسامبا، واوضه ليا وعمك ابو سامبا كمان، وكمان اوضه لمسكيمو كمان يا فلافيل. ماشي عينيا يا خاله ام سامبا، ادي 3 اوض اهو. وكمان عم حرحور هيطلع معاكم الشنط لفوق كمان. اي خدمه يا عم ابو سامبا. متشكر جدا يا فلافيلو يا حبيبي، وهبقى اسيب لك بقى تبس كده صغير مع عم حرحور كمان يبعتهولك. يا خبر ايه ده؟ بص يا ابو سامبا، الاوض بتطل على البحر وشكلها جميله جدا، بس ايه ده في تراب كتير جدا، ده كأن الاوض دي ما اتنضفتش بقالها كتير جدا يا ابو سامبا. ايوه يا خبر ايه ده؟ الاوض مليانه تراب كتير جدا يا ام سامبا، انا لازم اتصل بعم فلافيلو يبعت حد ينضف الاوضه الوحشه بتاعتهم دي. الو يا عم فلافيلو، سامعني كده؟ ايوه يا عم سامبا، امورني، حصلت حاجه ولا ايه ضايقتك؟ ايوه ينفع كده يا فلافيلو يا حبيبي؟ الاوضه مليانه تراب ورمله وكمان حاجات مش كويسه خالص. معلش والنبي يا عم سامبا سامحنا، اصل احنا كان ورانا حاجات كتير جدا. هبعت لك حد دلوقتي ينضف لك الاوضه ويخليها لك زي الفل كمان. متشكر جدا يا فلافيلو يا حبيبي، انا مستنيكم على طول. يا عم محمح معلش والنبي خد الشرشوه والمكنسه علشان تكنس اوضه عم ابو سامبا، لحسن مليانه تراب جدا ومش عاجباهم كمان. ماشي يا فلافيل يا حبيبي، انا هطلع دلوقتي اكنس لهم الاوضه واخليها كمان جميله جدا كمان. يا خبر ابيض، الحمام وسع كده ليه وجميل جوي؟ لما افتح بقى حنفيه الدش دي علشان اخد شاور كمان قبل ما انزل بقى البحر ولا حاجه. ايه ده يا خبر ابيض؟ ايه الميه دي كلها؟ منكم لله يا بتوع الفندق انتوا. طب انا بقى هتصل بيهم واخليهم يجوا يصلحوا الحنفيه دي ويدفعوا لي تعويض على اللي هم عملوه فيا ده كمان. الو سامعني يا عم فلافيلو؟ ايوه ازيك يا خاله مسكيمو؟ حصلت حاجه ضايقتك ولا ايه؟ ايوه ينفع كده؟ حنفيه الدش بايظه كمان ومعرفتش اخد دش، وكمان عملت في وشي كمان وغرجتني. متاسف جدا يا خاله مسكيمو. خبر، انا هبعت لك دلوقتي حد يصلح لك الحنفيه بتاعت الدش وكمان يبعت لك معاه تعويض كمان. متشكره جدا يا فلافيل، واديني مستنيه اهو لما اشوف. يا خبر يا عم ابو الجماجم، انت ما صلحتش حنفيه الدش بتاعت اوضه مسكيمو ولا ايه؟ يا خبر ابيض، سامحني والنبي يا عم فلافيلو، اصل انا كنت تعبانه قوي وظهري واجعني مش قادره اطلع السلم يا ابني. طيب لو سمحت بقى خد المفك وروح صلح الحنفيه لحسن المسكيمو زعلانه جدا كمان، وخد لها بقى سندوتش البرجر ده عشان تصلحها بيه. ماشي يا فلافيلو يا ابني، يلا عن اذنك. صباح الخير يا مسكيمو، انا جاي عشان اصلح لك حنفيه الدش اللي بايظه كمان. ماشي تعالى يا ابو الجماجم، يلا بقى صلحها كده علشان تبقى حلوه واعرف اخد دش كمان. طيب وكمان عم فلافيلو بعت لك سندوتش البرجر ده علشان يصالحك بيه على اللي حصل في الفندق ده. متشكره جدا، يلا بقى اصلح الحنفيه على طول. انا هاخد بقى السرير الجميل ده، وانت يا سكيمو خد السرير التاني ده. لا يا سامبا، انا عايز السرير ده، ماليش دعوه يا سامبا. هو اشمعنى انت تاخد السرير الكبير وناخد السرير الصغير يعني؟ انا على فكره هتصل بعمو سامبا واشتكي له. اشتكي اللي انت عايزه، انا قلت لك انا هاخد السرير ده، انا هاخده، انا اكبر منك ولازم اخد السرير الكبير الجميل ده كمان. لا طيب يا عمو سامبا، الحقني يا عمو سامبا. في ايه يا سكيمو وتعيط كده ليه يا حبيبي؟ الحقني، سامبا عايز ياخد مني السرير الكبير وعايز يسيب لي السرير اللي مش حلو الصغير، والنبي الحقني يا عمو سامبا. خلاص يا سكيمو، انا جاي لكم حالا اهو يا حبايبي. في ايه يا سامبا مزعل سكيمو ليه يا حبيبي؟ يا بابا عايز ياخد السرير الكبير وانا اكبر منه ولازم انا اخد السرير الكبير يا بابا. ماليش دعوه، لازم يسمع كلامي يا بابا. ما ينفعش كده يا سامبا، ده ابن عمك الصغير يا حبيبي، ولازم كمان ترضيه وتلعبوا مع بعض كمان. يا بابا بقى، ده رخم جدا، كل ما امسك حاجه يشبط فيها كمان. خلاص يا سامبا، اسمع الكلام بقى زي ما قلت لك، خد انت السرير ده واديله السرير ده، انا مش عايز زن ودوشه في الفندق كمان. خلاص ماشي يا بابا، مش عايز حاجه منكم اصلا. عم سامبا سامعني يا عم سامبا؟ ايوه يا فلافيلو يا حبيبي، في حاجه ولا ايه؟ ايوه يا عم سامبا، النزلاء بتاع الفندق كلهم عمالين يشتكوا ان في صوت عالي جدا جاي من اوضه سامبا وسكيمو عيالك، وكمان بيقولوا ان هم عاملين شغب ودوشه في كل الفندق كمان. معلش والنبي يا عم سامبا، لحسن النزلاء مش عارفين يناموا خالص، تطلع لهم بقى وتقول لهم ان كده عيب وغلط كمان وما ينفعش يعملوا كده. خلاص ماشي يا فلافيلو يا حبيبي، وتاسف لكل النزلاء وقول لهم ان احنا مش قصدنا كمان. شكرا جدا يا فلافيلو. العفو يا عم ابو سامبا.
يا خبر، الواحد كابس عليه النوم جدا، مع اني نفسي انزل اتفسح شويه. طيب على العموم انا هنام شويه وبعد كده ابقى انزل بقى على البحر كمان. ايه ده يا خبر، ايه العنكبوت الكبير ده؟ يا خبر، ايه ده كمان هيعضني ولا ايه؟ انا لازم اتصل باصحاب الفندق دول عشان يجوا يشوفوا مصيبه اللي هم عاملينها في كل الفندق دي. انت يا عم فلافيلو، سامعني انت ولا ايه؟ ايوه يا خاله ام سيمبا، يا اللي منوره الفندق كله، في مصيبه ولا ايه يا ام سيمبا؟ ايوه يا فلافيلو، ينفع كده يا حبيبي؟ ينفع اجي انام على السرير الاقي عنكبوت نزل من السما كمان؟ هو انتوا في ايه؟ ما تنضفوش الاوض الوحشه دي ولا ايه؟ يا خبر، انا اسف جدا يا خاله ام سيمبا، المفروض ان هم يكونوا كانوا رشوا الاوضه ضد الحشرات كمان. على العموم انا متاسف جدا، ودلوقتي هبعت لك حد يرش لك الاوضه، ما تزعليش مننا والنبي يا خاله ام سيمبا. يا خبر، ماشي يا فلافيلو، لما اشوف بقى حد هيجي ولا بلغ عنكم كمان واسيب الفندق ده وامشي كمان يا فلافيلو. يا خبر، يا خالتي ام سيمبا هتسيب الفندق وتمشي؟ انت يا عم ميمون انت في ايه يا عم فلافيلو؟ حصلت مصيبه ولا ايه؟ ايوه يا عم، انا مش قلت لك ترش الاوض قبل ما تطلع وتخرج بره كمان؟ الاوض فيها عنكبوت وام سيمبا عايزه تسيب الفندق كمان وتكتب فينا تقرير وحش قوي. انا اسف جدا يا عم فلافيلو، انا هطلع دلوقتي وارش لها الاوضه واخليها زي الفل كمان وما يبقاش فيها اي حشره. يا خبر ابيض، ايه دي؟ الاكل بارد كده ليه؟ منكم لله يا بتوع الفندق، اكل بقى الاكل هو بارد كده ازاي؟ طيب انا دلوقتي هتصل بيهم بقى واقول لهم ان انا هسيب الفندق الوحش دي وهمشي خالص، ومهما اعتذروا مستحيل ارجع الفندق الوحش ده. في يا ام سيمبا، انا كنت سامعه كنت عماله تصوتي وتعيطي كمان يا ام سيمبا. ايوه يا ابو سيمبا، تخيل لقيت ايه نازل من السما وانا نايمه على السرير، لقيت عنكبوت نازل. على فكره يا ابو سيمبا، الفندق ده مش حلو خالص، حتى الحنفيات بتاعته بايظه وكمان الاوضه مليانه تراب. تخيل بعت لنا الاكل كمان بارد يا ابو سيمبا. يا خبر دي كلها عيوب. طيب يلا يا ام سيمبا، هاتي الشنط كلها بتاعت العيال وبتاعتنا وهنمشي على طول ونسيب الفندق اللي مش حلو ده طالما مش عاجبك يا ستي، وهندور على حاجه تكون احسن كمان. ايوه يا ابو سيمبا، ربنا يخليك، لحسن انا خالص مش عايزه اقعد في الفندق اللي مش حلو ده. يلا وكمان هنادي على سيمبا وسكيمو وام سكيمو علشان يحضروا شنطهم وننزل من هنا على طول. يا خبر، ايه ده يا عم سيمبا؟ انت رايح فين بس؟ هو الفندق ما عجبكش ولا ايه يا عم ابو سيمبا؟ ايوه يا فلافيلو، لما تبقى بعد كده حد يجيلكم الفندق لازم تنضفوه كويس يا حبيبي، وكمان تبعتوا الاكل سخن وتصلحوا كل الحاجات اللي عندكم دي، لكن نيجي ننزل الفندق نلاقي فيه حشرات وحاجات مش كويسه، صح ولا ايه يا ام سيمبا؟ ايوه يا فلافيلو يا حبيبي، ما ينفعش كده، لما يكون في حد جاي لكم لازم كمان تنضفوا الاوضه وتبعتوا الاكل سخن كمان. يلا بينا يا ابو سيمبا، احنا لازم نمشي من الفندق اللي مش حلو ده علشان بعد كده يهتموا بيه ويهتموا بالعملاء كمان. ايوه يلا بينا يا ام سيمبا. استنى بس والنبي يا عم ابو سيمبا، انا هعدل لكم كل حاجه، وكمان هعمل لكم تورته هديه جميله جدا مكونه من 5 ادوار، وهصالحكم بيها وهظبط لكم الاوض كمان. يا خبر، ايه رايك يا ام سيمبا؟ ده عرض مغري جدا. ايوه يا ابو سيمبا، عندك حق، خلاص ماشي، انا مسامحاه خلاص يا ابو سيمبا، وبس دي اخر مره تعمل كده يا فلافيلو. يلا يا ولاد، كل واحد على اوضته. يلا. حاضر يا ماما.